في استاذ كان موجود فاضل دلوقتي قال لي انا بنعي وبهدي تكريمي لبيع البطاطا على عيني وعلى راسي. انت عملت له ايه؟ كلنا بنبكي من اول دره اللي اتضرب في فلسطين، فاكرينه ابن محمد دره، كلنا بكينا وكلنا ندمنا، بس بالامانه احنا عملنا ايه؟ احنا كل يا جماعه عندنا عجز، كل مشاعرنا ابتدت تتجه ان احنا نبكي ونتاثر ونقعد على الكافيتريات نقعد ننقد الموقف الصحافي والموقف الاعلامي، واصبح التلفزيون هو القطعه الوحيده اللي بتفرز علينا او تهون علينا حياتنا، واصبحنا في قطاع المشلولين، ان احنا عواطفنا بس بتتحرك. اما تعالى بينا نحاسب بعض دلوقتي، احنا عملي هل انت تقدر تاخد طفلك من الشارع تحطه في بيتك؟ انا اقولكوا لا، انا بقول لا. انما ازاي ننقذ ولد، طفل، بنت، اعوذ بالله ممكن ده يبقى ابني وابنك في يوم من الايام ما تعرفش، حتى في شارع تلاقي نفسك انا مت او غيري مات، ولادي اثروا في حقهم اهلهم، تلاقي ولادك وولادي تستغرب ان انت ممكن ولادك يبقوا في الشارع. محدش عارف غير الشارع. في اطفال في المستشفيات مجهوله المصدر. اللي انا عايز اقوله وبختصر بيه، انا ضد الانحدار العاطفي، ان عواطفي بس اساعد بيها مصر. لا، مفيش. مصر دلوقتي عايزه مساعده ماديه، مصر عايزه مساعده تبرعيه بالمجهود. فانا بناشد، يمكن اول مره في حياتي اناشد، ان انا سعيد ان اتكلمت مع الفنانه العزيزه تيسير فهمي وقالتني فكره ممتازه. كويس، ممكن لو سمحتوا بكل بساطه من هذا المكان هنقول الجميل نقوم بتاسيس جمعيه انقاذ، مفيش وعشان نقول اطفال شوارع، انقاذ اطفال مصر المحتاجين، سواء كانت رعايه صحيه انا اول واحد خادم ليهم، ماديه انا تحت امركم، دور اجتماعي اقدر اقوم بيه انا تحت امركم. وهذا المنطلق انا عايز بعد الجلسه دي جلسه الموافقين بالاجماع عشان نعرف على الاقل احنا بنكرم الطفل ولا بنكرم نفسنا. الموضوع ايه بالظبط؟ هو تكريم وشكل اجتماعي ظريف كإنشاء مهرجان للطفولة زي ما كنا بنسمع في زمان. لا، لو احنا عندنا نية، بصوا لو ننقذ بس حتى مش هقول مثلا 10 أطفال كل يوم، 10 بنتكلم في 3600 طفل سنويا، ننقذ 10 بس. وازاي تنقذوهم؟ نعمل مقر، وأنا عليا المقر، أنا مستعد أعمل مقر، وأنا أدي الكلمة اللي بقولها، بس أنا لوحدي صدقوني مش هعرف أعمل حاجة، صدقوني حتى لو في ماديات مش هعرف أعمل حاجة. أنا عايز بعد الجلسة الفنانة تيسير فهمي قبل ما تغادر هذا المكان إذا كان تأثيرها في وجودها معانا فعلي وليس شكلي، إن النهارده نطلع بورقة اسمها تأسيس جمعية إنقاذ أطفال مصر بالإجماع، والورقة النهارده نقراها كلنا. أشكركم.